اجتمع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد خليل قويطة لمطالبة بريطانيا بسداد أكثر من 28 مليار جنيه استرليني قيمة المديونية القديمة التي منحتها مصر لبريطانيا خلال الحرب العالمية، بالإضافة إلى تعويضات عن فترة الاحتلال. شهدت الفترة الأخيرة بعض المطالبات عن الظاهرة الاستعمارية، ونجحت ليبيا على ما فهمنا في أن تحصل من إيطاليا على نوع من الاعتذار الضمني من خلال استرداد بعض المبالغ في مقابل الوجود الإيطالي واستنزاف الثروة الليبية أثناء فترة الاستعمار. حتى نتحدث عن اكتشاف هذا المبلغ كان لابد أن نبحث عن الوثيقة التي تؤكد مديونية إنجلترا بهذا المبلغ واعتراف الحكومة الإنجليزية نفسها بهذه المديونية. في اختلاف كبير جدا جدا في آراء، لكن كانت لجنة ميلنر ذاكرة ومذكرات سعد زغلول ومذكرات عبد الرحمن فهمي وكل المذكرات اللي كتبت الوثائق في هذا الوقت كانوا بيذكروا دين مالي سلف كسلفة. سلفة يعني الكلمة واضحة جدا، كلام واضح. فالاختلاف ده بيخلي الواحد يبحث أكتر، وده اللي احنا بندور عليه، ان احنا يكون عندنا وثائق أكتر علشان نقدر نثبت بيها حقوقنا. وبالرغم من اتفاق المجتمعين على ضرورة إيجاد وثائق لإثبات المديونية، إلا أنهم اختلفوا حول شكلها. هذه القيمة تم التنازل عنها فيما بعد، ولكنها ليست منحة مالية أو قرض مالي لبريطانيا، ولكن نتيجة خدمات قدمتها مصر خلال فترة الحرب ثم تنازلت عنها. أي مديونية لابد أن يواكبها مستند قطعي يثبت الحق في هذه المديونية. فإذا كنا بنتحدث عن سلفة أو بنتحدث عن قرض أو بنتحدث عن سند، لابد من وجود اتفاقية القرض أو اتفاقية السند، وهو ما هو غير متاح حاليا سواء في وزارة المالية أو البنك المركزي. احنا بعتنا لسفارتنا في لندن لمحاولة العثور على أي وثائق أو حاجة من هذا القبيل. حتى الآن هم ما عندهمش أي حاجة تدل على أصل هذا الموضوع. وبعتنا السيد الوزير بعت للسيد المستشار أمين عام مجلس الشعب وطلب منه موافاتنا بكل الوثائق اللي هي ممكن تكون متاحة. إنما في مثل هذه الأمور وزي ما أشير في المداخلات السابقة، إحنا أهم حاجة بتبقى عايزين نحصل عليها هي الوثائق. موضوعنا النهارده ما ينطبقش عليه الخواجه لما يفلس خالص، لان مصر من مزاياها الغريبه انها ما بتفلسش ابدا. شوفوا اتعرضنا لنكبات قد ايه واتسرقنا قد ايه، والبلد دي دايما فيها الخير. لكن ده بينطبق عليه الحق. لما يبقى لنا حق ندور عليه ولا لا؟ لما يبقى لنا فلوس، لما نعرف ان احنا كنا بنقرض الدول العظمى دلوقتي مش لازم ندور ايه حقوقنا. الموضوع انتوا سمعتوه، 3 ملايين استرليني اقترضتهم الحكومة البريطانية سنة 1917. أوراقهم فين؟ راحوا ازاي؟ نقدر نجيبهم ولا لأ؟ ازاي وصلوا ل 28 مليون وشوية مليار استرليني؟ ولو خدناهم ده يعمل ايه؟ وبعد كده نطالب بحقوق كتير جدا. خلونا نفهم التفاصيل من ضيوفنا النهارده. معانا سيد النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب، والدكتور أشرف صالح ده مكتشف الوثيقة اللي بذل فيها جهد كبير علشان يجيبها، والسفير مروان حماد مستشار وزيرة التعاون الدولي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور أشرف، خلينا نبتدي من عندك وشرح لنا إيه الموضوع. يعني من إمتى وليه جبت الوثيقة دي وسعيت ليها إزاي؟ الحقيقة هو الموضوع بدأ من 8 سنين ببحث في التاريخ، وكان بحثي في التاريخ عن إيه اللي خلى أنا أحد أحفاد شهداء الحرب العالمية الأولى توفى في أحد ضباط مصريين اللي استشهد في السودان. إيه اللي ودى أبو جدي السودان؟ إيه اللي خلى جدي ضابط حرس حدود في الصحراء الغربية؟ إيه القصة إيه؟ وبنوصل في سن معين كده عايزين نعرف إيه اللي بيحصل في حياة التاريخ بتاعنا وتاريخ مصر، لأن ده تاريخ أساسي. ده قادنا إلى
معلومات انا ما كنتش اعرفها، ما درسناهاش في مدرسه، ما تعلمناهاش، اول مره ما قريناهاش في الكتب. انا واحد من الجيل اللي طلع طبيب ودرس والدراسات الطبيعيه وسافر اشتغل بره الحياه العاديه، لكن كان يستهويني دايما ايه التطور اللي بيحصل في بلدنا وايه اللي كان بيحصل زمان واللي احنا ما نعرفوش، وحاجات كتير قوي بدأت تظهر على الساحة. الله، ده احنا كانت معلوماتنا غلط بقى، ده في حاجة صح تانية. الحقيقة ده خلاني ابص ان في الجيش المصري كان بتاعنا في الحرب العالمية الاولى كان قوامه 1,200,000، وذكر في مذكرات اجنبية ومصرية وفي هذه الفترة الجيش المصري كان بيحارب داخل مصر ضد قوة هجوم على مصر من الدولة العثمانية في سيناء، وهجوم على مصر من السنوسي في الصحراء الغربية، ومن الجنوب كانت دارفور كانت دولة مستقلة بذاتها، ولأول مرة أعرف أن دارفور لا تتبع السودان في هذا الوقت، واللي احتل دارفور وضمها إلى السودان هو الجيش المصري. نزل السودان، حارب في العراق، في السعودية علشان الأمير فيصل، لكن مش بس كده، أخذوا أكثر من 100,000 ضابط وعسكري وفيلق العمال في الدول، حوالي 6 دول أوروبية. خلينا ما تخليش تاريخ ياخدنا، لكن لو رحنا للتاريخ هو ده ده أنا عايز أقول إن هو ده كان بالصدفة مر في خلال هذا البحث إن مصر سلفت إنجلترا 3 مليون جنيه استرليني. خليني الأول، أنت عرفت إزاي؟ يعني بالصدفة ولا عرفتها إزاي؟ هو الحقيقة من خلال قراءة عن الملك فؤاد. أيوة. في أحد كتابات الدكتور لطيف محمد سالم، ودي مؤرخة مصر في العصر الحديث، وذكر الكتاب بتاعها اللي هو مصر في الحرب العالمية الأولى. وكان اهتمامي ان انا عايز ادور على كتاب مصر في الحرب العالمية. الكتاب ده فيه كثير من المراجع وقيمة السلفة ورأي سعد زغلول، وسعد زغلول بيقول احنا اتسرق مننا 3 مليون جنيه استرليني بالحرف في مذكرات سعد زغلول، ناهيك عن ما قدمته مصر من أموال تانية عينية. يعني احنا بنتكلم في قيمة مادية ذكرت في دفعت صكوك. وده اللي احنا بندور عليه. يعني الحقيقه طب جبت الوثيقه ازاي؟ المذكرات من هو ده انت قريت المذكرات عرفت ان في 3 ملايين استرليني 3 مليون دفعتهم الحكومه المصريه وذكرت في العديد من كتب التاريخيه في هذه الفتره، لكن كان مشار الى لجنه ميلنر اللي جت اعترفت بهذه السلفه. فالحقيقه حصلنا على لجنه ترجمه لجنه ميلنر في جريده الاهرام سنة 1921، قدرت احصل عليها، اللي قادتني ان انا اقول احنا لازم يكون في ايدينا هي لجنه شايفينها على الشاشه قدامنا بالظبط، لجنه ميلنر اللي موجوده في البريتش ناشونال ارشيف. كان قعد زيارات لانجلترا، الحكومه الانجليزيه دي دوله ديمقراطيه، الوثائق بتكون مفتوحه للجمهور، وكان من المهم ان احنا نعرف في انهي ارشيف في درج فين بالظبط علشان نقدر نصور، اقدر اصور الوثيقه بالكامل. ووثيقه لجنه ميلنر دفعت فلوس كتير. هي الورقه ليها هي الحقيقه بيصوروها على ورق كبير A3 تقريبا، وظهر كل ورقه لازم يصور على ورق البريتش ناشونال ارشيف، بيبقى فيه عقد اسمه تيرمز اند كونديشن، ده الورق اللي بيصور عليه. يعني الورقه بتبقى الصوره اللي هي مطلوبه مننا، لكن ظهرها مكتوب بيقول ان كل كلمه في هذه في ظهر هذه الورقه هي ملك خاص للبريتش ناشونال ارشيف وملك بريطانيا او ملك الحكومه الانجليزيه البريطانيه. فحصلت على الوثيقه وحصل، وكان كمان في التلغرافات، جميع التلغرافات المتداوله حوالين هذا الموضوع. هل كان فيهم اي حاجه بتقول ان مصر تنازلت عن هذه الحصه؟ هو مكتوب بالظبط كده. احنا بنشكر الحكومه المصريه على عظيم سخائها رغم العطاءات الفظيعه اللي اديتها في الجيش والاكل والجمال ان هي الحكومه المصريه تنازلت عن مبلغ 3 مليون جنيه استرليني. ده جزء منها دونت في الدفاتر العهد والامانات، وكان يحق لها المطالبه بها. كلمه حتى بالانجليزي مكتوب ان Egypt has the right to reclaim. بالانجليزي reclaim اقوى من claim. reclaim يعني no time limit، يعني ما فيش it's forever، يعني اقدر اطالب بهذا الحق في اي وقت. ده كان احساس شخص مصري. خلاص انا سعادتي ان انا لقيت ان احنا دولة عظيمة
سلفنا هذه الأكبر دولة في العالم فلوس، وده حد ذاته إرضاء ليا كافي. ده احنا حاجة عظيمة جدا. انت وصلت لحد الارضاء ده والاشباع إرضاء الذاتي. اللي لكن خل- هنا انا هستاذن حضرتك بس هروح لسياده النائب، عشان سياده النائب بيترجم ده لانه هو ممثل للشعب في انه يستعيد الحقوق. نعم. طيب حضرتك سياده النائب، الورق بيقول ان مصر تنازلت. نعم. الوثائق بتقول ده. نعم. عايزين نعرف ازاي وصلت الى هذا الموضوع وكيف تبنيته وايه تصوراتك ليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا بداية يعني نذكر بالفضل في اكتشاف هذا الموضوع الدكتور أشرف صبري بارك الله فيه، وطبعا كان من واجبي كنائب في البرلمان المصري المسؤول ضمن مسؤولية برلمانية عن الحفاظ على أموال الشعب وممتلكاته طبقا للدستور. أنا أتبنى هذا الموضوع وأطرحه في مجلس الشعب، لأن طبعا الحكمة تقول ما مات حق ووراءه مطالب. نعم. طبعا عشان تقدم لمجلس الشعب بهذه المستندات لدراستها واستعادة هذا المبلغ كان لابد أولا من تقديم مستندات لمجلس الشعب، فكان لابد أن أتقدم أو أحصل على المستند التي تعترف فيه الحكومة البريطانية باستدانة هذه المبلغ، وبعد ذلك تنازل حكومة عميلة لحكومة بريطانيا العظمى هذا المبلغ. فطبعا دخلت مكتبة مجلس الشعب وساعدوني في هذه المستندات، وحصلت على تقرير لجنة اللورد ميلنر ده اللي منشور في الذي نشره جريدة الأهرام 1921 في 21 فبراير سنة 1921. حصلت على هذه الوثيقة بالكامل، والتي يعترف فيها اللورد ميلنر. اللورد ميلنر ده مين؟ البريجيدي ميلنر، الوزير الأكبر لمستعمرات جلالة ملك بريطانيا العظمى. يعني رئيس شوف الوزراء. المنصب مش أي حد. طبعا. ومعه 8 آخرين كلهم على الفرازة بلغتنا ولاد البلد. شخصيات كان قوات حرب في الحرب العالمية، مثلا زي ماكسويل وخلافه كانوا ضمن هذه اللجنة. بعتتها الحكومة البريطانية على اعتبار تدرس الأحوال في مصر بعد ثورة 19 والاضطرابات والنظام القانوني إلى آخر كل هذا الكلام. من خلال استقراء هذه الوثيقة اللي كلم عن الدكتور أشرف، برضه أحب أقول نص اعتراف اللورد ميلنر بهذا المبلغ. قال إيه؟ وده وارد هنا في هذه الوثيقة. بيقول على أنه من العدل والإنصاف أن يسطر هنا أنه مهما تكن الأماني والآمال التي حركتها الحرب في صدور فئة من المصريين، فإن الشعب المصري تحمل التكاليف والقيود التي اقتضتها تلك الحرب بالصبر والرضا، والخدمة التي قام بها فيلق العمال المصري كانت خدمة لا تسمن ولا غنى عنها للحمل على فلسطين، وأن حكومة السلطان أيدت رجال السلطة البريطانية بأعظم تعاون حبي، والدلائل على ذلك كثيرة، منها تنازلها عن 3 ملايين جنيه إنكليزية حسب التعبير الحرفي، 3 ملايين جنيه إنكليزية من حساب الأمانات والعهد التي كانت قد سلفتها، وكان يحق لها المطالبة بها. ده كلام مش كلام، ده كلام اللورد ميلنر رئيس اللجنة التي جاءت إلى مصر. طيب ما في ده في سنة 19. ما في اعتراف ان الحكومة المصرية تنازلت بكامل ارادتها. عظيم. ما احنا هندخل بقى في الكلام ده. اولا احب برضو ادي صورة على المناخ السياسي في هذه الفترة التي اعطيت فيها هذه السلفة. السلفة كانت سنة كام؟ سنة 17. لما نيجي النهاردة في 18 ديسمبر سنة 14 اعلنت الحماية على مصر. كويس. اعلان الحماية على مصر فرضت الاحكام العرفية، وقيدت حركة الشعب المصري وزملائه وزعمائه كاملة. اللي حصل ان حكومة بريطانيا العظمى، وللأسف عن طريق وزير الخارجية انجلترا، كلف الامير حسين كامل بان يكون سلطانا على مصر. وطبعا هذا التفويض نشر في الوقائع المصرية في العدد 172 في 19 ديسمبر سنة 14. شوف عشان نعرف كيف كانت السلطان عميل والحكومة عاملة في هذه الفترة. من اللي كلفه؟ كلفه مندوب وزير خارجية بريطانيا
اللي هو ميلن شيتهام. شوف حتى التصغير وصل لغايه فين. واصبح سلطانا، او سموه سلطانا على مصر انسلاخا من الولايه او الخلافه التركيه. بعد ذلك جت اولا في نفس هذا التقرير الغوا وزاره الخارجيه المصريه، واصبح مندوب جلاله الملك هو الوسيط بين مندوبي مندوب الدول، وينقل المخابرات بين الحكومه المصريه ومندوب الدول. يعني حضرتك عايز تقول؟ نعم. انا بتكلم عن المناخ عشان انا فاهم هذا المناخ ليس من حقه ان يتصرف في اموال من حق الشعب المصري. الاكثر من هذا جم الجمعيه التشريعيه بمثابه البرلمان وتم ايقاف جلساتها في 17 ديسمبر سنه 14 بعد اعلان الحمايه. يبقى وزاره الخارجيه، وبعدين عينوا حسين رشدي رئيسا للوزراء. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان كل هذه الحكومه عميله والسلطان عميل، وده صنعه الانجليز، وبالتالي اعطوا السلفه في هذا التوقيت بالتحديد. طيب كويس؟ خلينا نقف عند النقطه دي وهرجع لحضرتك تاني عشان نعرف مدى شرعيه هذا الكلام. هتكلم ساعتك عنه. طيب هرجع له دلوقتي. سياده السفير، حضرتك شايف ان هذا الكلام لا يعطي لمصر الحق في هذه المطالبه؟ لا الحقيقه انا مش متخصص في يعني بحيث ان انا ادي هذا الحكم، لكن هو ابتداء انا احب يعني احيي الدكتور اشرف ان هو اثار الاهتمام بهذا الموضوع، واكثر من برنامج دلوقتي تلفزيوني والصحافه تناولته، والنهارده الصبح كنا بنناقشوا فيه اجتماع مشترك للجنه الشؤون الخارجيه والامن القومي. فيعني احب احييه لهذا ومثابرته على متابعه هذا الموضوع ومحاوله توثيقه وتوفير اكبر قدر من المستندات حوله. بس واضح من الكلام واضح يعني هو حضرتك ما درستش الورق ده؟ ما حصلتش دراسه؟ لا احنا هو اتصل بوزاره التعاون الدولي وبعت لنا الاوراق، والتقت به الوزيره فايزه ابو النجا وزيره التعاون الدولي، وحاولنا طبعا نتابع هذا الموضوع. واضح من يعني الكلام اللي ذكر انه هو مش موضوع كان سري او غير معلن، بدليل انه موجود في الوثائق وترجم في الاهرام وتناول بعض مذكرات السياسيين في ذلك الوقت. هو يمكن بردك في اختلاف في التفسير، هل هي سلفة او منحة نقدية منحت لبريطانيا في ذلك الوقت، ولا هي قيمة خدمات قدمتها مصر كمجهود حربي لخدمة القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. أنا شخصيا أرجح أنه دي مقابل خدمات قدمتها مصر للمجهود الحربي قومت بما قيمته 3 مليون استرليني في ذلك الوقت، لأنه في نفس هذه المستندات أشير أنه المبلغ 2.5 مليون يضاف إليهم نص مليون قدرت التكاليف اللي هتتحملها مصر حتى نهاية الحرب. إذا ما كانتش منحة، يعني كان واضح ما كانتش منحة. على نفس هذا الغرار برضك في الحرب العالمية الثانية ترتب على بريطانيا دين حوالي افتكر 350 مليون جنيه. فيه رد على، مش هقطع معالي السفير بس رد على الكلام ده، واستمر هذا لحد الخمسينات برضك. يعني ليها طيب في مستندات وفي اوراق بتقول الموضوع برضك بصرف النظر بقى اذا كانت عيني او نقدي. الثابت ايضا من كل هذه الاوراق انه الحكومه المصريه تنازلت عن هذا المبلغ. هنا بقى يخش في خلاف قانوني دستوري، هل كان من سلطه الحكومه في ذلك الوقت او رئيس الوزراء في ذلك الوقت ان يتنازل عن هذا المبلغ؟ الوزاره عملت ايه بدل ما نخليها اسئله؟ نشوف في خطوه اتعملت. احنا حبينا برضك نشوف حقيقه بقى هذه المستندات، واذا كان هناك اي مستندات اضافيه فاتصلنا بالجهات المصريه اللي ممكن يكون عندها مستندات في هذا الشأن، وزاره الماليه، البنك المركزي، الاستاذ حسن عباس زكي باعتباره ان هو كان رئيس وفد مصر في المفاوضات اللي اعقبت حرب 56 وتسويه موضوع التعويضات بين البلدين والممتلكات بين البلدين. حاولنا بالتنسيق برضك مع وزاره الخارجيه من خلال سفارتنا في لندن ان احنا نحصل على بعض الوثائق اللي تخدم هذا الموضوع، بحيث في النهايه
نحيلها لناس متخصصين سواء في القانون الدولي سواء في القانون الدستوري لتأكيد طبيعة هذا المبلغ، هل هو كان فعلا عيني أو نقدي، ثم مدى سلطة رئيس الوزراء في ذلك الوقت في التنازل عن هذا المبلغ ومدى شرعية هذا التصرف. فلسه احنا الحقيقة في هذه المرحلة يعني لسه لم تتم خطوات، ما خططتوش أي جهات بريطانية. طب في تصور ان يكون لنا حق في ده؟ في تصور ان احنا نطالب بتعويضات عما تعرضنا ليه والنهب اللي تعرضنا ليه؟ في مجرد يعني ده موضوعين مختلفين. طيب ما انا اوكي، ما هو انا بس يعني بشوف بدايل. هل فكرة ان هذه الحكومة عميلة وخاينة، هل ده محتاج اثباتات؟ هل في الوزارة عندها خطة لده ولا لسه رؤية؟ لا عموما يعني حتى يعني ده مش اختصاص وزارة التعاون الدولي، يعني يمكن ده اقرب الى اختصاص وزارة الخارجية وموقف الحكومة المصرية كده بنتكلم في دبلوماسية. هل هو هذه القضية مش فيها شق قانوني كبير محتاجة قانونيين يدرسوها؟ ما انا بقول لحضرتك ده عايزه ناس قانونيين وقانون دستوري وقانون دولي لتحديد مدى صلاحية الحكومة المصرية في ذلك الوقت في التنازل عن هذا المبلغ. نعم. اسمح لي بس في رد على موضوع ان هي طيب لا قبل الرد انا راجع لحضرتك. خليني اضيف حاجه. اتفضل. في حاجه مهمه جدا، ان كان المسؤول الاول عن تسجيل كل ما هو موجود في مصر من منح وديون وسلف هو السير ويليام برونيات، وهو كان المسؤول المالي لجلاله حكومه جلاله الملك في بريطانيا في هذا الوقت في مصر لتسجيل هذا، وكمان الوضع القانوني في مصر. فأنا سؤالي لسيادة السفير، مربط الفرس في كل ما سجله السير ويليام برونيات، وهو ده الصكوك المحفوظة في داخل الأرشيف المصري، والمعلومات من خلال القراءات ان هو الصكوك دي في قصر عابدين في دار المحفوظات، وده المكان اللي حفظ فيه. من ناحيتي أنا كباحث من خلال البريتش ناشونال أرشيف، والسكة اتعرفت خلاص، فقدرت ان انا من خلال الانترنت ابعت اقول لهم والله انا عايز كل ما اصدره السير ويليام برونيات، لان هو ده مربط الفرس هيحدد، لان هو كان بيسجل سواء كان المال عيني او مادي، طريقة السلفة، طريقة ردها في شكل الراجل مالي بيؤيد كل ما هو كتب في هذا الوقت. فهل الحكومة المصرية فعلا، هل احنا حاولنا نبحث عن هذا الشخص بما سجله وبما هو محفوظ؟ هو ده السؤال. انا بيتهيألي ما هيش دي الازمه، هو ده مربط يعني الفرس. سياده النائب انت عايز تقول ان الازمه ستبدا من ان لابد ان نتفق او نصل ان هذه الحكومه حكومه خائنه وعميله ولا يعتد بقراراتها في التصرف في الثروات المصريه. اليك الدليل. اتفضل. اليك الدليل. اذا كنا اتكلمنا على المناخ السياسي وقت اعطاء السلفه بفرض الحماية على مصر والأحكام العرفية، وجابوا سلطان نصبوه على مصر وعملوا حكومة حسين رشدي إلى كل هذا الكلام، ومنعوا وزارة الخارجية وعطلوا البرلمان، فما بيلعبوش. ده كل هذه مسائل مقصودة، لأن الجهة الوحيدة التي لها الحق عن التنازل عن أموال الشعب هي البرلمان. هم عارفين الكلام ده كويس قوي. تمام. وده يعني القانون الدولي العام انها تتنازل عن اي منح بتقدم. ده القانون الدولي العام بيؤكد الكلام ده، والجمعيه التشريعيه بتقول الكلام ده، اللي هم عطلوها مخصوص عشان لا يكون لها راي في هذا. واخد بالك؟ وياخدوا قرار من حكومه عميله. حتى الدساتير المتعاقبه، دستور 23 ودستور 30 اللي عمله صدقي لخدمه الملك فؤاد ايامها، واخد بالك؟ بيقول الماده 46 مجلس البرلمان هو الجهه الوحيده في التصرف عن املاك الدوله وعن اعباء الخزانه وعن كل هذا الكلام. قبل سيادتك. لكن اذا كنا اتكلمنا عن المناخ السياسي ام اعطاء السلفه، لازم نتكلم عن المناخ السياسي وقت التنازل عن السلفه عشان نعرف كيف كانت هذه المناخ الحكومه. السياسي هيساعد على الفهم. نعم. لكن نعم. انا مش بدور على الفهم، انا بدور على الاليات. يعني خلاص اذا اقريت بان المناخ السياسي كان مناخا فاسدا، نعم، واذا اقريت بان هذه الحكومه حكومه فاسده، ما هو مين يتنازل؟ ما هو السؤال بقى. ايوه انا عايز اسال حضرتك عن الاليات اللي ممكن نلجا اليها وتبقى مقنعه علشان لما اصل الى تحكيم دولي او اطالب به بريطانيا لابد ان يكون لدي ما اقنع به المحكمه. نعم. قبل ما نتكلم عن الاليات نتكلم هل كان التصرف في التنازل عن السلفه شرعي ولا مش شرعي؟ كويس. كان غير شرعيا، لانه قلنا القانون الدولي بيقول لك البرلمان
هو الجهة الوحيدة التي لا حق التنازل عن أموال الشعب، والبرلمان كان معطلا في هذا الشكل في هذه الفترة ممثلا في الجمعية التشريعية. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الحكومة التي تنازلت كانت تحت الحماية البريطانية، واخد بال سيادتك، وكان حكومة صنيعة من صنعة اللي حكومة كان وهبة باشا، وبعد كده جه بعد كده اللي هو بعد توفيق نسيم باشا اللي تنازل عن السلفة. طبعا كل ده بس من لو صنيع وصلنا لده هتطلع كل قرارات الحكومة في هذه المرحلة باطلة أنا وفاسدة. بتكلم بنحدد جزئية وهي فيما يختص بالتنازل عن أموال الشعب. أيوة. دي النقطة اللي احنا بنبحث فيها. هنا في المخالفة. إذن التنازل عن أموال الشعب غير شرعيا. نيجي بقى للنقطة اللي اتكلم عنها معالي السفير، إن 3 مليون جنيه استرليني كان مقابل خدمات. لا، ده مبلغ نقدي، لأن الخدمات اعترف بها تقرير ميلنر في الآتي، إنه الراجل قال تجنيد لفيلق العمال والهجان المصري، مصادرة الحيوانات الأهلية، مصادرة الحبوب، جمع الأموال للصليب الأحمر بالقوة والمصادرة. دي الخدمات اللي اتعملت له. الفيلق اللي حارب النهارده في أوروبا من العمال وماتوا، الدكتور أشرف مشكور، دكتور أشرف واضح إنه باذل جهد جامد أوي، محدد مقابر المصريين في أوروبا بالاسم وبالرقم. وكان يجب طبعا العالم النهارده بيستعد لعمل احتفال بمرور 100 سنة على انتهاء الحرب العالمية في نوفمبر 2014. أين نحن من هذا؟ ده احنا هنا بنحتفل أو بندي فرصة للدول تحتفل بشهدائها عندنا وبيقوموا بيرفعوا أعلام بلادهم. لماذا لا يرفع العلم مصر النهارده وينصب نصب تذكاري لهؤلاء الناس الموجودين في المقابر؟ مقابر الشهداء المصريين في فرنسا، مقبرة بولوني الشرقية باديكلي فرنسا، فلان وفلان 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 وفلان. مقبرة باري العسكرية سومي فرنسا، فلان وفلان وفلان وفلان. مقبرة دونكيرك تاون نورد فرنسا، فلان كده. احنا النهارده لابد نفخر بأن المصريين كانوا بيحموا أوروبا من النازي في هذه الفترة. فلا أقل من أن تقام هذا نصب للشهداء ويقام ويرفع العلم المصري تكريما لهؤلاء الناس. طبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن اعتراف لميلنر لهذا، يعني مثلا تشوف سعادتك هنا لما يكيل الإطراء والمديح للحكومة في ذلك الوقت. أنا برضو هقرأ لو سمحت لي نص مهم جدا بيقول ايه؟ بيصب في نفس بيقول ايه؟ بيقول سعادتك: ويصر على المرء ان يفي هذين الرئيسين حقهم، اللي هو وهبة وتوفيق نسيم. ايوه. حقهم من المدح والاطراء. ده شهادة الاعداء، المدح والاطراء على ما ابدو من الشجاعة والغيرة الوطنية باستلامهم مقاليد الاحكام في زمن كانت فيه بلادهم تعاني فيه شدة ازمة كبيرة، وكانت حياتهم مهددة بخطر دائم. ولا تزال وزارة توفيق نسيم لتنازل عن السلفة قابضة على زمام الأمور. الحكومة الإنجليزية مديح وإطراء بهذين الرئيسين مش ببلاش. الراجل تنازل لهم عن السلفة بشكل غير شرعي. هتسمح لي بس نشوف رأي الخارجية المصرية في هذه القضية. احنا معانا السفير محمد مصطفى كامل مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية. أهلا سيادة السفير. أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم. حضرتك رأي وزارة الخارجية في هذه القضية ايه؟ في مستحقات مصر لدى بريطانيا. احنا النهارده الحقيقة كنا في هذه الجلسة في الصباح، واحنا وجهنا الشكر للدكتور أشرف صبري. سيادة السفير ممكن توطي التلفزيون شوية؟ يعني يا ريت تقفل الصوت وتسمعنا بس من التليفون. زي ما بقول لحضرتك النهارده الصبح كنا في الاجتماع في لجنة العلاقات الخارجية، واحنا وجهنا الشكر خاص للدكتور أشرف صبري على الجهد اللي عمله في تجميع هذه الوثائق وهذه المعلومات. واحنا حصلنا النهارده منه على الكتيب المتضمن كل هذه المعلومات، وقلنا ان احنا دي معلومات مهمة وهنبدأ في البحث والتدقيق في هذه المعلومات والوثائق، لان زي ما حضرتك عارف علشان يكون لنا الحق في اي مطالبات من هذا القبيل لابد ان احنا
ندرسها دراسة جيدة ومتعمقة ونتحقق من الوثائق ديت وإمكانية المطالبة بها من جميع النواحي، خاصة من الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الشأن. إنما أيضا احنا أشرنا النهاردة إلى أن في بعض الأمور اللي هي جت في مجموعة الوثائق اللي قدمها الدكتور أشرف صبري، ومنها بالذات اللي أشار إليها سيادة النائب محمد خليل قويطة بالنسبة للشهداء المصريين اللي في مقابر في أوروبا. نعم. إن احنا لابد إن احنا هنحاول إن احنا نعمل جهد في هذا الشأن لإحياء ذكراهم ويكون ليهم نوع من التكريم في الدول اللي شاركوا في حروب فيها في الخارج. سيادة السفير، هل من الطبيعي ومش من حق مصر انها تطالب بتعويضات عن فترة الاحتلال البريطاني لمصر زي ما عملت ليبيا مع ايطاليا مثلا؟ موضوع التعويضات عن الفترات الاستعمارية ده موضوع يعني مهم، ودول كتير بتتكلم فيه دلوقتي، سواء على المستوى الدول الفردية. واحنا مع الدول دي ولا لا؟ احنا طبعا مع كل هذه الدول، والدول الافريقية اتكلمت فيه، انما هو موضوع يتم بحثه على المستوى الدولي والاقليمي، وفي وسائل مختلفة لهذه التعويضات، سواء في اطار تعويضات مباشرة او زي ما حصل في الحالة بتاعت ليبيا تعويضات في اطار مشروعات تنمية وخلافه. وفكرة الحصول على اعتذار مشروع للشعب المصري، ما انا زي ما قلت لحضرتك احنا ناقشنا كل هذه الافكار النهارده واستمعنا الى وجهات النظر فيها، وهنبحث ايه اللي ممكن نعمله في هذا الاطار، وايه السبل اللي ممكن نتحرك فيها لتحقيق كل البحث ده ممكن يستغرق وقت قد ايه يا سيادة السفير؟ ايه يا فندم؟ ممكن يستغرق وقت قد ايه؟ ايه هو اللي ممكن يستغرق؟ هذا الجهد اللي هيتم، يعني هل محطوط تصور زمني؟ هل هيتم اتصال بجهات بريطانية للتنسيق بينها لطرح حوار؟ لا طبعا هيتم الاتصال بجهات مختلفة، حتى قبل جهات خارجية كمان، ايضا في جهات داخلية. يعني هو النهارده الدكتور اشرف صبري اشار لبعض الجهات اللي ممكن ان احنا نلاقي عندها هذه الوثائق، واحنا هنعمل اتصالاتنا مع كل الجهات سواء في الداخل او في الخارج لمحاولة الحصول على كل ما يدعم وجهة النظر ديت، لان زي ما حضرتك عارف انا عشان احرك موضوع واحركه بشكل جادي لازم اكون الاول واثق ومتاكد من الاوراق اللي تحت ايدي تقدر ان هي تحقق لي النتيجه المستهدفه. ده بيستدعي قرار سياسي ولا ده بيبقى قراره خالص للدبلوماسيه المصريه؟ لا طبعا الموضوع ده بيدخل فيه جهد اكتر من جهه، مش وزاره الخارجيه فقط. يعني هو النهارده كان حاضر معانا وموجود معاكم سعاده السفير مروان بدر وزاره التعاون الدولي، وكان في ممثل عن وزاره الماليه، وطبعا لازم هنستعين بالجهات الاخرى في الدوله اللي ممكن يكون عندها وثائق تفيدنا في هذا الشأن. بحكم معرفه حضرتك بالقانون الدولي وبمثل هذه الحالات المشابهه، هل يا ترى في شيء بيمنع، يعني في اتفاقيات بيننا وبين بريطانيا قديمه ايام الاحتلال تمنع هذه المطالبه؟ لا مفيش حاجه بتمنع من المطالبه، انما زي ما كنا بنتكلم النهارده الصبح لازم ان احنا نشوف الظروف والملابسات، وبالذات من النواحي القانونيه ايه النظام اللي كان بيحكم الجمعيه التشريعيه اللي تم تعطيل عملها، ايه دور الحكومه في ان هي تمنح القروض او تتنازل عنها. كل المحددات ديت من النواحي القانونيه الدستوريه لابد ان تبحث. تمام. بشكر سيادتك سياده السفير محمد مصطفى كمال. نعم. اتفضل يا فندم. هو يعني المطالب لنا ايوه كمجلس الشعب محدده في 3 حاجات. كويس. الاول ضروره العمل على استرداد قيمه هذه السلفه والتي قدرها انت قدرتها ازاي ب 28 مليار؟ ده خبراء البنوك. خبراء البنوك. مين اللي راح لخبراء البنوك؟ هذا الدكتور اشرف. كان الحقيقه يعني بعد معرفتي للقيمه الاساسيه وكنت في زياره في الخارج، فكان اول اتصالات طب ده يساوي كام؟ طب بنك كريدي اجريكول تقدر تقول لنا لو سلفه دوليه تعمل كذا ده بكام؟ فالحقيقه قدرنا اتوصل البنك من حسابات، انا مش خبير حسابات، قيمه تساوي 28.8 مليار جنيه استرليني. هل ده ورق معتمد؟ يعني ادوك ورق ما هو ان هذا المبلغ في هذا الزمن؟ انا ما عنديش حاجه معتمده اقدمها علشان انا اخد حاجه معتمده، لكن كان يعني هذا التقدير تقدير شخصي. بنك بيقول بنك يساوي لشخص. اتكلمت عن الآلية. دي نقطة مهمة جدا.
الآلية للحصول على هذا المبلغ، مش مجرد كلام يطلق على أعوانه بدون دليل. كان قرار لجنة العلاقات الخارجية اليوم كان واضحا، لابد أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في المطالبة بهذا المبلغ والرجوع. يعني عندي هنا قرار واضح اللي حبيت سيادتك أقول لك عليه، متابعة هذا الموضوع وينوب عن اللجنة فيه السيد العضو محمد خليل قويطة والأخ مصطفى الجندي عضو اللجنة بالتعاون مع الدكتور أشرف صبري ونهيبه بكل الجهات المعنية في الحكومة المصرية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وأرشيف الدولة وأرشيف وزارة الحقانية وزارة العدل القديمة وأرشيف القلعة ووزارة الخارجية القديمة بشارع محمد سعيد، كل هذا لجمع الوثائق التي تتعلق بهذا الموضوع ومجلس الوزراء بتاريخه وأرشيفه، وكل من له وثائق بدافع الوطنية البحتة والغيرة على تاريخ ومستقبل هذا الوطن يتقدم بها إلى هذه اللجنة التي ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الموضوع وموافاة لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشعب عندما ترى أن هناك ما قد يستجد ويستوجب إخطار به. هذا تحميل الحكومة هذه المسؤولية. في حاجة تانية بنطالب بها واعتقد الدكتور أشرف بدأ فيها، وهي تشكيل لجنة من لجان المجتمع المدني ينضم إليها. أنا بقى من كلمة لجنة دي يعني تشكيل لجان ومخاطبة جهات. لا ده أنا بتكلم لسبب قانوني معين، وهو إيه؟ اللجنة دي أما ينضم إليها أعضاء رجال الأعمال أعضاء مجلس الشعب ورجال الأعمال القادرين ورجال القانون المدني وكل من له صلة، على اعتبار إن لما نلجأ النهاردة لمحكمة العدل الدولية على سبيل المثال، إحنا كأصحاب مصلحة حقيقية في الضرر اللي نتج عن عدم استثمار هذا المبلغ لحساب الشعب المصري. طب الجمعية إلى جانب هتاخد تفويض من مين؟ احنا بنقول اللي بيطالب بده الشعب المصري. نعم. يعني هذا حق الشعب المصري. مع جمعية من جمعيات المجتمع المدني فيها رجال قانون دولي وفيها رجال أعمال قادرين. يعني الأخ مثلا مصطفى الجندي عندما كان في مؤتمر البرلمان الأفريقي واخد بال سيادتك عمل مذكرة مضى عليها 54 دولة للمطالبة لإنجلترا بإزالة الألغام في الصحراء الغربية اللي زرعتها وعطلت استثمارات زراعية وسياحية وتعدينية وبترولية في هذه المنطقة كان ممكن نستفيد بها، خصوصا ان انجلترا عندها هذه الخرائط. ده احد المطالب ايضا. يعني مطالبنا استدلال المبلغ السلفة. الامر الثاني اللي سيادتك تفضلت تعويض الحكومة المصرية عن تكاليف هذه الحرب اللي اعترف بها تقرير ميلنر ان مصر تحملتها كاملة، اسوة بايطاليا لما هتعوض ليبيا والمانيا لما عوضت اليهود في الهولوكوست. دي مسائل مطروحة. الامر التالي ضرورة قيام انجلترا بتطهير الصحراء الغربية من الالغام، لان طبعا هم بنطالب بيه من زمان قوي. معلش يعني بنتكلم في هذه المناسبة دي مسائل لازمة. احنا ليه بنعمل في المناسبات بنعلى ونعمل صخب وناخد اجراءات وبعدين لا هذا الموضوع بالذات ناقشته لجنة العلاقات الخارجية باستفاضة شديدة في الدورة الماضية وما زلنا نطالب به، لان طبعا ده واجب على الحكومة لان الخرائط موجودة عندها. وهي اللي تسببت في هذا، واحنا النهارده فوتت علينا فرصة الاستثمار الزراعي في آلاف الأفدنة في هذه المنطقة، منطقة سياحية رهيبة، منطقة تعدينية بسم الله ما شاء الله، منطقة بترولية، منطقة يعني كان يجب نستفيد بهذه المنطقة فيما لو قامت بريطانيا بواجبها في إزالة هذه الألغام. سيادة السفير، الوزارة عندها خطوات إيه ناوية تعملها؟ لا يعني هو بس تعقيبا على قرار مجلس لجنة العلاقات الخارجية، يعني هي مش بس حملت الحكومة ولكن هي ناشدت كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني وأي شخص عنده أي مستندات تخدم هذا الموضوع أو يقدمه سواء للجنة مجلس الشعب أو لوزارة التعاون الدولي، وإحنا ننسق مع الوزارات المعنية لمتابعة هذا الموضوع. ده فيما يتعلق بإثبات إذا كان هناك منحة قدمت لبريطانيا أو لا. ايه الخطوات اللي هتعملها الوزارة؟ ده ما هو ده اللي دار النهارده. ده من خلال يعني ده يعني الأول نحدد طبيعة هذا الدين، ثم مدى سلطة الحكومة في ذلك الوقت في التنازل عن هذا الدين. تمام.
يعني دي برضك عايزه ناس زي ما قلت في القانون الدستوري. ايوه، هل والقانون الوزاره الدولي بدورها هتعمل ده؟ هتستدعي حد ده ولا؟ يتوقف على المستندات اللي احنا هنقدر نجمعها، لان عشان ادعو مثل هذه اللجان او هذه الشخصيات لازم اقدم لهم اوراق يدرسوها. فالاول اجمع هذه الاوراق. هتسيبوا الدكتور اشرف اللي يجمع الاوراق ويبحث، ولا انتوا كوزاره لا، احنا الوزاره بنبحث بالتنسيق مع الوزارات الاخرى، لكن بما انه يعني يساعد ان اي شخص عنده اي مستندات في هذا البتاع يقدمها لنا برضه. نعم. او اي مجتمع مدني. والحقيقه انا بعت لنفس البريتش ناشونال ارشيف من خلال بحث برضه نفس الطرق الطويله في البحث. الكلام ده في شهر 12، يعني حوالي شهر ونص، بطلب كل ما كتبوا ودونوا السير ويليام برونيات، وهم ارسلوا وطلبوا، لان السكه بقت معروفه بالنسبه لي، ازاي اقدر اجيبها دلوقتي اسهل من ان الواحد يسافر. والحقيقه الرد كل ما ودونه السير ويليام برونيات في انجلترا في الطريق، هو لسه ما وصلش، لكن من المتوقع ان في خلال ايام طبعا هسلمه لساده نواب مجلس الشعب ووزاره التعاون الدولي، بحيث ان يبقى في عندنا خط نقدر نمشي عليه، نقول الفلوس دي كانت شكلها ايه، هل هي منحه ولا سلفه، مع ان الكلام واضح ان هي فلوس قرض يعني ومسجل. يعني ده تفسير، وده قيمة المجتمع المدني أخرى. أهمية وقيمة المجتمع المدني في مساعدة الحكومة، على اعتبار المجتمع المدني هو اللي مضرور بهذه القضية، وده من حقه طبعا دوليا ان هو يلجأ يعني لمحكمة العدل. احنا قدام احنا قدام كذا نقطة. اساتذة القانون الدولي في فرنسا وفي الفترة اللي الواحد عاشها له علاقات بيهم، كان سؤالي ليهم يعني يا جماعة احنا اتنازلنا خلاص، فلوس راحت علينا. قال يعني ايه اتنازلنا؟ كان استاذ قانون دولي رده لا يحق، هو كان رده ان القانون المصري هو منبثق من القانون الفرنساوي ولا يسقط بالتقادم، ان الدين لا يتنازل عنه غير البرلمان، هو المسؤول عن اقرار صرف فلوس او تنازل عن الفلوس، زائد الديون الدولية لا تسقط بالتقادم. ده معرفتي. انت لازم تطالب بنسبة. لو خدنا المبلغ ده انت لازم يا دكتور يبقى لك نسبة كبيرة قوي، لان المبلغ المطروح، واذا لم نحصل على المبلغ وحصلنا على حقنا في الاعتذار فانت ليك بس برضك يعني المبلغ ده قطر بصفه شخصيه، يعني نعم، من خلال صديق له في بنك من البنوك وحسبها له الحسبه، لكن ما اعتقدش ان في بنك قدم له شهاده تقال ان 3 مليون النهارده يساوي هذا تقدير. يبقى دور الوزاره انها تقدر لنا جايزه اكتر شويه. الانجليز احرص على حساب الفوائد من اي حد. الموضوع طبعا التي تطرق الى موضوعات اخرى خاص مثلا بمسؤوليه الدول عن الحقبه الاستعماريه. هذا الموضوع موضوع كبير جدا وبحث يعني على عده سنوات. يجب ان احنا بس ما ننساش في معالجه هذا الموضوع انه الانطباع العام بانه الاستعمار هو استعمار مجموعه دول غربيه لدول العالم الثالث او اسيا وافريقيا، لا، هو الموضوع اكبر من كده، لانه في افريقيا في دول افريقيه احتلت دول افريقيه، وفي اسيا في دول اسيويه احتلت دول اسيويه. وبعدين احنا هنرجع لانهي حقبه استعماريه؟ يعني ما هو 72 سنه احتلال يا معلم. لا يعني هل لا يعني ما هو الدوله العثمانيه مثلا ما احتلت البلاد العربيه 400 سنه، فهل هنحاسب تركيا عن ال 400 سنه؟ هل يعني طب نبتدي ببريطانيا وبعدين نفكر في تركيا. لا يعني الموضوع بتاع تعويضات عن الحقبه الاستعماريه ده موضوع كبير جدا، وما فيش يعني ما عندنا سابقه بتاعت ليبيا. سابقه ليبيا دي وضع مختلف خالص. ليه؟ هو حصلت على اعتذار عن فتره الاستعمار، لكن ما حصلتش على تعويضات عن الحقبه الاستعماريه. هو كان التزام من جانب ايطاليا بالتوسع في استثماراتها والعلاقات الاقتصاديه مع ليبيا تعويضا عن هذه الفتره، لكن ليس تعويضا عن فتره الاحتلال. الموضوع برضك تطرق الى موضوع الالغام. وزيره التعاون الدولي هي ترأس اللجنه القوميه لازاله الالغام وتنميه الساحل الشمالي الغربي وظاهره الصحراوي. من انتهاء الحرب العالميه الثانيه لحد تقريبا سنه 2000 كان التوجه ان احنا نحمل الدول اللي وضعت الالغام مسؤوليه ازالتها، وهذه الجهود للاسف تعثرت، ليس بس يعني فقط من جانب مصر، ولكن على امتداد العالم. كل الدول اللي عانت من هذه الالغام فشلت في الزام الدول اللي وضعتها في ازاله هذه الالغام. وفي اتفاقيه اوتوا هو اللي بيحسمها في هذه الحاله ايه؟ يعني اذا الدول رفضت ازاله الالغام
مش بيحكمها تحكيم؟ لا يعني دوليه يعني الموضوع ما وصلش لحاجه يعني. وفي الاتفاقيه الدوليه الخاصه ولا احنا اللي بنتنازل عن حقوقنا في هذا؟ لا، هو انا بتكلم على مشكله عالميه. لا انا بتكلم عن مشكلتنا. ما احنا في اطار المشكله عالميه الحقيقه يعني ما فيش في العالم بيتفقوا ان الدول كلها تعمل ده في وقت واحد يعني. اتفاقيه اوتوا لحظر انتاج واستخدام الالغام رفضت الدول اللي حطت الغام أن تلتزم بإزالة هذه الألغام، وده يمكن أحد أسباب امتناع مصر عن الانضمام لهذه الاتفاقية. فالحكومة المصرية اعتبارا من سنة تقريبا 2000 وجدت أنه بالتوازي مع معالجة الالتزام القانوني بإزالة الألغام، ومن خلال أجهزة الإعلام، من خلال المجتمع المدني، أن هم يتحركوا في هذا الاتجاه، نحاول أن احنا نربط عملية إزالة الألغام بعملية التنمية. نعم. وهذا المنهج الحقيقة لقى قبول لدى الكثير من الأطراف، وبدأت تساعدنا في عملية إزالة الألغام، وقدموا عن طريق برنامج مساعدات مالية، مساعدات طيب فنية. هو موضوع الألغام ده علشان ما يخرجناش، أنا بس وقتنا خلص. لا أساسا إشارة يعني لهذا الموضوع. وقتنا خلص. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أشرف، أنت نموذج مشرف للمواطن المصري الحريص على بلده، ومجرد سعيك في ده فده جهد رائع. شكرا. مش عارف أشكرك باسم مين يعني، بس شكرا. سيادة النائب أنت ممثل للشعب، ده شيء طبيعي، ربنا يخليك. وأنا بحييك، أعتقد أنك تذكرت وتوقفت أمام دورك في المطالبة بإعدام المغتصبين أمام حكم محكمة كفر الشيخ المحترم اللي قضى بإعدام 10 مرة واحدة لأول مرة. بس ناقص أن يكون الإعدام علنيا تطبيقا للأمر الإلهي، وليشهد عذابهما طائفة. ده اللي أنا بسعى أنا قلقان إن محكمة النقض يلغوه. ده احنا بنشوف أحكام واغتصاب ومقر ومعترفين و7 سنين و10 سنين، فما صدقنا إن طلع إعدام. وهو ده بسبب المادة 17 بتدي الحق للقانون ينزل بالعقوبة، وأنا عاوزين نطلب بإلغائها. فنتمنى بس إن محكمة النقض إن شاء الله بما لديها من أوراق ومستندات تؤيد الإعدام، لأن ده هيبقى سابقة لازم نقف قدامها كلنا وندعم ذلك، وده كان من طلباتك القديمة. فأنا بحييك وبشكرك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بشكركم. تصبحوا على خير، سهرة سعيدة، ونشوفكم بكرة إن شاء الله.